افلام كتير وحشة وسيئة ويعني مقرفة للغاية الواحد اتفرج عليها في حياته، ولكن على مدار السنين واللي شفتوه من افلام وحشة وفاشلة في حياتكم كلها كوم، وافلام 2007 كوم تاني خالص. طول عمري اسمع عن افضل سنة سينمائية وهي سنة 94، ولكني عمري ما شفت اسوأ سنة سينمائية وهي 2007. لو كانت سنة 94 هي افضل سنة سينمائية، فسنة 2007 هي اسوأ سنة في تاريخ السينما المصرية قاطبة. ولما نيجي نتكلم عن سنة سيئة سينمائيا ممكن نتكلم عن فيلمين 3 4 5، لكن اكتر من 10 افلام في موسم واحد فقط في السينما المصرية. ال10 افلام اسوأ من بعض، 10 افلام يصيبوك بضيق التنفس، يصيبوك بالذبحة الصدرية، يصيبوك ببعض الامراض العقلية، احذر منهم فورا. لازمكم يا جماعه نعمل لايك من زرار اللايك اللي هنا ونشترك في القناه. صحيح القناه صغيره بس ان شاء الله تكبر بيكم ومعاكم. ناس كتير اتكلمت عن قائمه الافلام السيئه واوحش واسوأ افلام شافوها في حياتهم، وبتبقى قائمه كده مكونه مثلا من 5 افلام، من 7 افلام، من 10 افلام. لكن انا هكلمكم عن اسوأ سنه في تاريخ السينما المصريه وهي سنه 2007. نبدا بالفيلم الاول معانا، انتاج سنه 2007، وهو فيلم مجانين نص كم. بطوله مين الفيلم ده؟ بطولة الفنان تامر عبد المنعم والفنانة أو الراقصة دينا. بيشاركهم البطولة كل من عمدة اللي كان بيحاول يقلد سعد الصغير في فترة من الفترات كده، والفنان ريكو. الفيلم ده مليان أغاني شعبي زي ما انت عايز تقول قول، يعني ايه من هنا لبكرة. الفيلم قائم أساسا على فكرة الأغاني الشعبية اللي هي المطرب والرقاصة، النظرية المعروفة. قصة الفيلم بتحكي عن ايه؟ قصة الفيلم بتحكي عن ان في واحد مهتم بالامور والشؤون السياسيه وسايب خطيبته تماما، وخطيبته بتحاول تخليه يسيبه من فكره الاحداث السياسيه ومتابعه الاحداث السياسيه ويركز في حالهم وفي جوازهم. الفيلم ده درجه بشاعته من درجه بشاعه الاعلام بتاعه. الاعلام بتاعه تقدروا تدخلوا تشوفوه على اليوتيوب، اعلام متصور بكاميرا تليفون ارضي. حتى لو في حد بيصور بكاميرا تليفون صيني من 2007، الجوده بتاعه الاعلان الرسمي للفيلم هتطلع احسن من كده. ده الاعلان الرسمي على فكره، وموجود على اليوتيوب. اكتبوا مجانين نص كم 2007 هتلاقوه. اعلان خانق خانق من كل الزوايا والنواحي. اجل الفيلم رقم 2 واللي للاسف دخلته سينما في سنة عرضه، وهو فيلم استغماية. استغماية ده كان عبارة عن استثمار لأحمد يحيى راقص الباليه وبداية صعوده وظهوره في عالم السينما. فكرة ان الفيلم ده واخد نفسه بجدية زايدة عن اللازم، انا مش فاهم جايلهم الجرأة دي من ايه. قصة الفيلم عشان تبقوا معايا في الصورة بتحكي عن مجموعة شباب كده، المفروض ان هم صحاب معين في فيلا ما كده غرائبية في مكان مقطوع بتاعت واحد صاحبهم، المفروض ان هو من الاثرياء يعني. وبيبتدوا ان هم يلعبوا لعبة او يعملوا حاجة زي كده بتدخلهم في الاخر خالص ان هم بيبتدوا يقلبوا على بعض، وبيكتشفوا ان هم جواهم كان وحش اساسا لبعض. الفيلم ده فيه مشاكل كتير جدا. اولا مشاكل في التصوير سيئة جدا، مشاكل في الاخراج، في قطعات بتحصل غريبة. يعني نبقى في مشهد ايه 30 ثانية واقطع روح لحاجة تانية خالص احنا بعيد عنها. يا جماعة طب قفل لي المشهد، افهم الناس دي بتقول ايه. طيب لا مفيش الكلام ده. افهم لوحدك بقى، او مش مهم تفهم اصلا. الفيلم مش مفهوم، قصته انا مش قادر اشرحها غير اللي بقول لكم عليه ده. حته ان هم اصحاب قاعدين في فيلا، قصه مفيش، قصه صفر. تمثيل سيء جدا من معظم الممثلين اللي فيه. اللي ده بقى كوم. نهايه الفيلم بقى كوم تاني، يا نهار اسود. نهايه الفيلم بشعه بشعه. انا وانا في السينما وقتها انا كنت جاي يجيلي انهيار عصبي. والفيلم ده لما شفته في التلفزيون قلت جايز ان انا في السينما ما ظلمته او حاجه زي كده. شفته بعد كده لما نزل في التلفزيون، لا 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 لا، حاجه صعبه قوي، صعبه قوي قوي. ففيلم استغمايه معانا في هذه القائمه السيئه لافلام سنه 2007 اسوا سنه سينمائيا. الفيلم رقم 3 معانا وهو فيلم الشياطين العوده. فيلم الشياطين بين قوسين كاتب لك كده بين قوسين في عنوان الفيلم العوده. طيب العودة، طب احنا يعني انت المفروض انت جزء تاني يعني. طب المفروض فين الجزء الاول؟ لا مفيش جزء، او احنا هنبدأ من الجزء التاني على طول. هتخش من الجزء التاني، مش هنضيع وقت. الفيلم ده كان محاولة لاستثمار مجموعة روايات الجيب بتاعة الشياطين ال13، ولكن شيخت منهم على الآخر قوي قوي قوي. نمرة واحد، قصة مفيش. في لغز في الفيلم المفروض ان انا كمشاهد ابقى فاهمه،
انت ما شرحتهوليش في الفيلم. يعني المفروض ان انا ايه، يعني هل انت بتخاطب طيب قراء روايات الجيب بتاعت الشياطين 13؟ مش من المفترض ده؟ يعني على الاقل انت فيلم سينمائي لازم تقدم لي قصه سوليد اقدر افهمها. لا مفيش قصه، في لغز المفروض ان انا ابقى عارف عنه معلومات سابقه، وانت ما قدمتليش لا جزء اول للفيلم ولا قدمت لي معلومات داخل الفيلم. الفيلم كله هل ناس بتجري ورا بعض كده بدون هدف، وما تبقاش عارف هما بيجروا ورا بعض ليه. الفيلم واخد طابع الجاسوسيه شويه الى حد ما، ولكن طول الفيلم ناس بتجري ورا بعض بعربيات وانت مش فاهم هما بيجروا ورا بعض ليه، ناس بتطارد بعض ما تفهمش هما بيطاردوا بعض ليه، واحد حابس شريف منير في بنايه كده مهجوره ما تفهمش هو حبسه ليه، والشريف منير مطلوب منه ايه عشان يخرج من المكان اللي هو محبوس فيه ده. يعني فيلم ما تبقاش فاهم ايه منين بيودي على فين. انا دخلت الفيلم خرجت منه اللي هو ايه، مين فين ايه، فيلم بلا قيمة بلا هدف. ومن الواضح ان هم كانوا عايزين يعملوا منه اجزاء تانية، ولكن يعني بعد فشل الجزء الاول منه يعني منتجين العمل اقلعوا تماما عن فكرة انتاج اي اجزاء تانية من هذه السلسلة الغرائبية. نيجي للفيلم رقم 4 معانا، فيلم حسن طيارة بطولة خالد النبوي وخالد الصاوي، يعني ناس تقيلة في التمثيل. فيلم قصته ببساطة ان خالد النبوي ده بيشتغل محامي بالنهار وبيشتغل سواق ميكروباص بالليل، دي المهنة بتاعته يعني، وان هو اسمه حسن طيارة يعني عشان سواق ميكروباص وكده. فيلم قصته في قصة معانا كويسة جدا، في برضو تمثيل مش بطال من خالد الصاوي، ولكن الفيلم الصراحة خانق جدا. فيلم يعني يا ساتر يا رب اتلفحت بحية وانا بتفرج على الفيلم، صعب جدا. فيلم كمان التمثيل فيه تمثيل بلاستيكي شوية. راحوا للفنان خالد النبوي قالوا له ايه، بص يا فنان احنا عندنا اوردر تصوير يلا بينا. راح الفنان خالد النبوي ملزق شعره بالفوزلين وراح نازل على طول على التصوير مباشرة من غير ما يعرف اي حاجة. فيلم متكروت جدا، فيلم ما يعني فيلم رخيص، ده اللي اقول عليه فعلا، فيلم رخيص، فيلم لم يستثمر فيه لا قصة ولا حبكة، وحتى التصوير بتاعه تصوير مش أجود حاجة. يعني الفيلم رقم 5 معانا وهو فيلم الماجيك، وكانت محاولة من محاولات الاستثمار الكتير اللي حصلت لفيلم أوقات فراغ. فيلم أوقات فراغ اللي نزل وقتها لأبطال شباب، مخرج شاب، كاتب شاب تماما غير معروف، وكانت تجربة جديدة من نوعها. حبوا ان هم يكرروها، طيب يلا يا جماعة نكررها، هات لي يا ابني أبطال أوقات فراغ تاني، أحمد حاتم وكريم قاسم وعمرو عابد، يلا نعمل فيلم. تمام هنعمل فيلم، هنسمي الفيلم ايه مش مهم، هنحط الاسم في اخر الايه في اخر الفيلم اما نخلصه. وانا بقول لكم ده بجد على فكره، فيلم الماجيك ده انا فاكر وقتها ما كانش معروف اسمه، يعني كان بيعلن عنه في الجرايد وفي المجلات الفنيه كده، بيقولوا ايه بدا ابطال اوقات فراغ بتصوير فيلم جديد موازي لاوقات فراغ او بشبه اوقات فراغ بيتكلم عن مشاكل الشباب وخلافه. وقعدنا كده في الاخبار دي المتناثره دي بتاع سنه كده وما بيكتبوش اسم الفيلم ايه. فجاه لقينا الفيلم نزل باسم الماجيك، فواضح ان هم ايه يعني ما كانوش فعلا محضرين اسم الفيلم ده خالص، حطوا الاسم كده ايه جهجهوني هلاويلي كده مع نفسه. فيلم الماجيك ده حاجه في منتهى الماجيك الصراحه، يعني انا انبهرت. فيلم سيء في كل نواحيه. اولا على مستوى القصه يعني ايه مهترئه للغايه. الاداءات التمثيليه من ممثلين فيلم اوقات فراغ صراحة سيئة جدا، رغم ان هم ممثلين على المستوى التمثيلي عالي وكويسين من بدايتهم، وشفنا ده منهم في الفيلم الاول اوقات فراغ. جم بقى في الماجيك ده هربت منهم على الاخر. ليه ببساطة حصل ده؟ لان مفيش قصة مفيش حبكة، الممثل هيمثل ايه؟ واللي زاد وغطى رقصة احمد حاتم، ايه ده؟ مين اللي اقنع الفنان احمد حاتم ان اللي بيعمله ده روشنه؟ يعني بجد انت كاحمد حاتم مثلا اتعرض عليك الشيء ده، انا عارف ان الممثل بينفذ تعليمات المخرج والكلام الحلو ده كله، ولكن انت كممثل روح قول للمخرج يا حضرتك دي مش رقصه طبيعيه. يعني انت شاب برضو اكيد وعارف الرقص في الاماكن اللي زي دي، اماكن السهر دي بيبقى عامل ازاي. هل اللي انت عملته في الفيلم ده استاذ احمد ده رقص في اماكن سهر؟ انا راضي ذمتك، ارجع كده شوف نفسك وشوف اللي انت عملته ده رقص يا استاذ احمد في اماكن سهر؟ يا استاذ احمد، ده يا استاذ احمد ما ينفعش كده. الفيلم رقم 6 معانا وهو فيلم حوش اللي وقع منك، بطولة احمد رزق ومحمود عبد المغني وعلا غانم والفنانة بشرى. الفيلم ده
من اسمه كده حوش اللي وقع منك، المصطلح ده معناه ايه؟ معناه ان في حاجة يعني لغز او حاجة تركاية المفروض هنكتشفها في الفيلم ده، وان الفيلم فيه احمد رزق ومحمود عبد المغني وقتها كانوا مصنفين كوميدي الى حد ما، فهيبقى فيه جزء كوميدي وهيبقى فيه جزء لغز شوية او تركاية او حاجة فيها نصبايا، حاجة من هذا القبيل. انا ما شفتش حاجة من الاتنين دول. الفيلم الصراحة فيلم ضعيف جدا، فيلم يعني انا ضيعت وقتي معاه. الفيلم ده برضو شفته لما نزل في التلفزيون، ما دخلتوش سينما، ولكن صراحة ضيعت من وقتي ساعتين اللي هما مدة الفيلم. فيلم مضيعة للوقت وفيلم ممل جدا ملوش اي لازمة او اي معنى. يجي الفيلم ناس كتير اتكلمت عنه، والفيلم ده انا كنت متخيل ان هو انتاج قديم شوية، ولكنه اكتشفت ان هو انتاج 2007. هو فيلم 5 نجوم. بطولة مين بقى؟ بطولة الفنان احمد هارون، الذي لا يخلو اي فيلم من افلام الهبوط الجميلة اللي كلنا بنحبها منه. شاركوا في البطولة نسيني ولا جنبك كل الدنيا واخطفني من الاحلام، الفنان ولاعب الاسكواش السابق الفنان احمد برادة، اللي كان يعني تحس ان هو بيقول لك مثل ايه، صاحب بالين كداب. لا، احمد برادة بسم الله ما شاء الله، يعني بالنهار بيتدرب سكواش وبعد الظهر بيمثل وبالليل بيغني وبيعمل ألبومات، فيعني كان فنان متعدد الاهتمامات كده. شاركهم البطولة النسائية الفنانة دولي شاهين. الفيلم ده اسمه ايه؟ 5 نجوم. المفروض نستنبط منه ان هو في حاجة زي ليه علاقة بالسياحة بالاوتيلات، وفعلا هو ده اللي حصل في الفيلم. هم شابين بيشتغلوا في اوتيل، احمد هارون بيكراش على دولي شاهين، واحمد براده يعني قايم بدور الشاب الصيعه المسقع للدنيا كلها، والايه الحويط قوي الحميوط في نفسه، اللي ايه عارف كل حاجه. المهم يعني عشان ما اطولش عليكم، هو فيلم بايخ جدا، ما حدش يتفرج عليه وما حدش يهتم بيه. فيلم الصراحة بسميه من أفلام الهبوط أو من قائمة أفلام الهبوط، والفيلم ده نزل في 2007. فيلم أنا حاسس إن أنا ظالمه الصراحة إن أنا حاطه في القائمة دي، وهو فيلم شارع 18 بطولة أحمد فلوكس ودنيا سمير غانم في بداياتها خالص، وأحمد فلوكس برضو في بداياته. الفيلم ده على مستوى القصة قصته كويسة ويتشاف وعادي، لو جه في التلفزيون ممكن تروحوا له وتشوفوه. ولكن انا الفيلم ده سبب ان انا حاطه في القائمه دي ان انا الفيلم ده لما اتفرجت عليه اجواءه موتره وخانقه كده شويه، اجواءه تحس بخنقه فيه. السبب الرئيسي في الموضوع ده هو مش من القصه ولا من التمثيل. القصه كويسه متماسكه جدا، مش قصه مخرمه يعني، والتمثيل بتاع احمد فلوكس جيد جدا، تمثيل دنيا سمير غانم برضو كويس جدا مش بطال. مشكلة الفيلم ده الرئيسية الإخراج والتصوير. الفيلم ده جلومي جدا، وإخراج والتصوير فيه مخليه يعني إيه فيلم حزين قوي، مش حزين حزن اللي هو الشجن، لأ، فيلم قابض، تحس انت تتفرج عليه كده قلبك مقبوض. انا حسيت الاحساس ده من الفيلم ده. وفيلم حسيته ممل شويه يعني وانا بتفرج عليه، اللي هو ايه في احداث كتير في النص، اللي هو ايه جري لا كتير قوي. ففيلم شارع 18 الصراحه انا ما ارتحتش نفسيا وانا بتفرج عليه، فعشان كده حطيته في هذه القائمه، لان الفيلم ده انا شفته بتمعن وتركيز جدا. الفيلم بعده والله حاسس ان انا ظالمه شويه، او انا ظالمه في جزء ومش ظالمه في الجزء الثاني، وهو فيلم عمليات خاصه بطوله خالد سليم وتامر هجرس. الفيلم ده إخراج، تصوير، مونتاج، قصة فوق النمرة واحد وجميل وفيلم حلو جدا. الفيلم ده مشكلته في حاجة واحدة بس، أبطاله خالد سليم، تامر هجرس، دم واقف، يا نهار اسود على الدم الواقف حاجة يعني تتعب نفسيا، تتعب وانت بتتفرج عليها، لا حاجة صعبة قوي الصراحة. وكان ده كمان في الوقت اللي ايه فيه يعني لمع نجم خالد سليم ولمع نجم تامر هجرس، فيعني الاتنين كانوا الصراحة يعني ايه واحد فيهم طب كفاية يا جماعة، واحد فيهم كفاية، لكن الاتنين مع بعض خبطتين في الراس توجع. بعد كده انتاج 2007 برضو من الافلام الخانقة جدا، وهو فيلم الغرفة 707 بطولة الفنان الجميل اللي انا بحبه على المستوى الشخصي مجدي كامل، ومعاه برضو في بطولة نسائية الفنانة رولا سعد. قصة في بدايتها عاملة زي قصص روميو وجولييت كده، ان واحد بيحب واحدة ابوها نائب او حاجة منصب يعني، وبيرفضوا ان هم يجوزوها له. في وسط القصة العاطفية دي فجأة كده المخرج يقول لك لا بص وقف لي هنا القصة العاطفية، تعالى بقى هنوديك بقى حتة لوز هتعجبك جدا، تعال نخش. احنا ما بنتكلمش ليه عن تجارة الاعضاء يا جماعة؟ ليه ما بنتكلمش عن تجارة الاعضاء؟ تعالوا ما اكلمكم عن تجارة الاعضاء. أسوأ
الطرق في التكلم والتحدث عن القضيه بتاعه تجاره الاعضاء دي. يعني انت بتكلمني في قصه عاطفيه، فجاه كده رحت قاطع لي في تجاره الاعضاء، ايه العلاقه يا فنان؟ ايه العلاقه؟ بس بالرغم من كده الفنان مجدي كامل كان عامل دور كويس الصراحه، يعني كان عامل دور كويس جدا، دي الحاجه الوحيده اللي تشفع لهذا الفيلم. عايز اقول لكم ان القائمه دي فيها افلام تانية، بس دي الافلام اللي انا شفتها فقط في 2007. هل 2007 كانت سنة وحشة يعني كليا، سنة كانت مشيخة منهم على الآخر وما فيهاش أي أفلام عدلة؟ لا، كان فيها والله أفلام كويسة جدا، عندنا أفلام جيدة فيها في السنة دي، وعندنا أفلام متوسطة الجودة وماشي حالها. أول الأفلام اللي أنا هو فيلم جيد ولكن ملوش جمهور ولا دراويش أوي، هو فيلم 45 يوم بتاع أحمد الفيشاوي. الفيلم ده حلو جدا ومميز والقصة بتاعته متماسكة، يمكن أحداثه بطيئة شوية إلى حد ما، بس فيلم جيد جدا. عندنا فيلم جيد برضه هو أحلام الفتى الطايش لرامز جلال، فيلم كوميدي هزلي، انا بقول عليه جيد لان هو الفيلم اساسا بيقول لك انا فيلم كوميدي هزلي، وهو نجح في ده، والفيلم ده ظريف جدا وما بيجي في التلفزيون بتفرج عليه. الفيلم متوسط الجوده وهو فيلم احلام حقيقيه لحنان الترك وخالد صالح الله يرحمه. فيلم متوسط الجوده، يعني في لغز كده في اخر الفيلم بس بيديك الحل بتاعه. يعني ايه الفيلم ده؟ لولا ان هو حل لي اللغز في اخر الفيلم كنت حطيته في القائمه اياها اللي اتكلمنا عنها. فيلم برضه متوسط الجوده في الكوميديا وهو اسد واربع قطط لهاني رمزي، يعني فيلم ماشي حاله برضه، مش اسوأ حاجه في الدنيا. فيلم جيد ولكن هو مش لكل الناس، فيلم غير مقدم لكل الناس، مقدم لشريحه ما معينه، وهو الوان السما السبعه ببطوله فاروق الفيشاوي وليلى علوي. فيلم جيد جدا وليه قصه مميزه جدا. فيلم انا كنت بفكر احطه في القائمه المشوهه بتاعتنا، ولكن للاسف ما حطيتوش لان انا ما اتفرجتش عليه وما لقيتش يعني حاجه اتفرج عليه فيها. هو فيلم اتنين على الرصيف بطوله سامح يسري وبطوله جيهان قمري اللي كانت مسيطره على الفتره دي، ولينا كلام على جيهان قمري دي قريب. فيلم برضه متوسط الجوده وهو فيلم الاولى في الغرام انتاج 2007 برضه، فيلم عادي ماشي حاله، يعني رخم شويه، انا ما بحبوش الفيلم ده، ما بروحلوش كتير، بس يعني فيلم لما دخلته في السينما يعني ما خرجتش متضايق قوي. فيلم كنت هحطه في القائمه السيئه برضه، ولكن يعني تراجعت عن الموضوع ده لان هو يعني اول بطوله لابطاله، وهو فيلم البلياتشو بطوله هيثم احمد زكي في اول ظهوراته خالص، وبرضه فتحي عبد الوهاب في بدايه ظهوراته، وبرضه كان معاهم هيدي كرم برضه في بدايه ظهورها، فهو يعني تجربه جديده. فانا ما اقدرش اقول ان الفيلم ده يعني ايه، صراحه صعبان عليا قوي، بس هو فيلم سيء، يعني خلينا واقعيين مع بعض، هو فيلم سيء جدا. اصلا الوحيده الفيلم البلياتشو الاغنيه بتاعت الدنيا دي فيها كام بلياتشو اللي قعدنا نسف عليها بعد كده بقت افيه ما بيننا، دي الحاجه الوحيده اللي استفدناها من الفيلم. فيلم برضه متوسط الجوده هو فيلم التوربيني، ماخوذ من قصه اجنبيه بطوله احمد رزق وشريف منير، فيلم معقول ومقبول جدا. في طبعا فيلم جيد جدا نزل في 2007 وهو فيلم الجزيره الجزء الاول، فيلم رائع وجميل جدا مش هقدر اقيمه، هو فيلم الحب كده لحماده هلال في بدايات ظهوره، والفيلم ده كان بطوله حماده هلال ومنى عرفه، فيلم كان موجه للاطفال اساسا. فيلم كنت هحطه في القائمه السيئه بتاعه 2007، ولكن انا الفيلم ده ما كملتوش لغايه الاخر لاسباب غير معلومه، وكل ما اجي افكر اكمله ما كملوش، والناس اللي شافته قالوا لي ما تشوفوش لانه فيلم سيء جدا. هو فيلم الدرامالي فقري تملي برضه، يعني فيلم ما كملتوش، فمش هقدر احكم عليه او احطه في القائمه اللي انا حاططها دي، او ال10 افلام دول بس اللي انا حطيتهم في الاول، دول انا شفتهم. جيد برضه في 2007 وهو فيلم الشبح لاحمد عز، فيلم برضه جيد جدا برضه في 2007 جيد، ولكني انا مش بحبه على المستوى الشخصي ومش بحب قصته، وهو تيمور وشفيقه بتاع احمد السقا ومنى زكي. فيلم تاني متوسط الجوده هو فيلم جوبا لمصطفى شعبان في بداياته، فيلم عادي جيد بس انا مش بحب الاجواء بتاعته وما بحبش يعني افلام خالد يوسف قوي. هو فيلم حين ميسره، فيلم جيد في سنه 2007 وهو فيلم خارج عن القانون بتاع كريم عبد العزيز، كان تغيير جلد جميل جدا لكريم عبد العزيز. كريم عبد العزيز ما بيخيش يا جماعه. فيلم معقول تشوفه المره واحده وهو فيلم خليج نعمه، نزل برضه في سنه 2007، فيلم بقى خطير جدا وبعتبره من افضل الافلام المظلومه في سنه 2007 وهو فيلم خليك في حالك لاحمد عيد. الفيلم ده جميل جدا، كوميديته مختلفه، كوميديته رائعه جدا، فيلم يعاد مشاهدته اكتر من مره. اللي ما شافش فيلم خليك في حالك لاحمد عيد خش شوفه دلوقتي. فيلم جيد برضه زي صباح وكذب بتاع احمد ادم، برضه فيلم عمر وسلمى لتامر حسني، فيلم برضه يعتبر جيد ونجح. فيلم جيد جدا لمحمد هنيدي وهو عندليب الدقي، فيلم جيد جدا وانا بحبه برضه هو في شقه مصر الجديده بتاع خالد ابو النجا وغادة عادل، الفيلم ده جميل جدا واجواءه حلوه ولطيفه. در التاج احمد حلمي، فيلم كده رضا، نزل برضه في سنه 2007. من الافلام الجيده جدا لمحمد سعد وهو فيلم كركر، فيلم من الافلام اللي بتضحكني جدا على المستوى الشخصي لعادل امام وهو مرجان احمد مرجان، نزل برضه في سنه 2007. فيلم برضه جيد جدا لاحمد حلمي وهو مطب صناعي. فيلم مقبول نسبيا وهو فيلم هي فوضى ليوسف شاهين طبعا. وفي افلام تانية برضه بس انا ما حبيتش اذكرها، زي ما في سنه 94 افضل سنه سينمائيا عندنا هنا في مصر 2007 أسوأ وأوسخ سنة سينمائية للأسف. أتمنى يكون الكلام اللي قلناه عجبكم، وأشوفكم على خير في فيديو جديد قريب. السلام عليكم.